مانشستر سيتي اللي كسب بالأربعة، وطريقة اللعب اللي كانت واضحة الهجومية، خاصة بوجود الراجل تيجاني في نص الملعب الهولندي. هيكون نص ملعب السيتي فعلا قوي جدا مع الوقت لما الاثنين ينسجموا أكتر وأكتر، خاصة مع خط الدفاع لما يثبت جوارديولا على حد يلعب بيه. يعني احنا المرة اللي فاتت شفنا ستونز في سنتر باك وكانت حاجة غريبة جدا وبالنسبة لي مفاجأة. ستونز احنا عارفين ان البيك بتاعه انتهى من زمان، وكان يعني ثغرة دفاعية آية نوري هيكون موجود. روبن دياش من ناحيه اليمين هي دي اللي فيها كلام، ممكن نشوف ريكو لويس او اورايلي. احنا عارفين الميجا مايند جوارديولا ممكن يدور اي حد، وخاصه ان الماتش دوت على ارضه. يعني بالنسبه له نص الملعب اكيد الاثنين اللي انا اتكلمت عنهم دول هيكونوا موجودين، وقدام هالاند ودوكو. يعني مرموش احنا كنا بنتكلم على مرموش وبرناردو سيلفا، برناردو سيلفا هو اللي موجود دلوقتي بيلعب مكان دي براونا. يعني هنشوف. انا من وجهه نظري ان شايف مرموش بيعملها افضل، لكن هو جوارديولا والقناعات الماتش ده ممكن يلعبه تاني. تشيركي لسه قاعد بره وبيلاعب بالشاب الصغير اوسكار بوب. هنشوف بالنسبه للتشكيل محدش يقدر يتوقعه، يعني العشاق الفانتسي مش قادر اقول لهم يحطوا مين. الناحيه الثانيه ناحيه توماس فرانك والاداء الهايل اللي عمله في الماتشات اللي احنا شفناها، سواء في مباراه السوبر كاب وشفنا الاداء الجميل، وكان يقدر ان هو ياخد الكاس ده ببساطه، لكن هو استعجل شويه وطلع لعيبته بدري وخنق فرقته في نص ملعبها. عامه الماتش اللي فات شفنا قد ايه قدوس لعيب هايل وفارق مع الفرقه. انتدابات ممتازه بالنسبه لتوتنهام الفراخ، وريتشاردسون هو المفضل والمحبذ بالنسبه لخطه توماس فرانك لما يكون في الفيرود الوهمي الشادو سترايكر او الاس اس بيتحرك كتير وبيعمل مشاكل بين خطوط الدفاع بالسنتر باك اللي هيكونوا روبن دياش ومش عارف بقى ستونز ولا جفارديول. بالنسبه لناحيه نص الملعب في ادوار اضافيه لازم هتضاف على نيكو كونزاليس والراجل تيجاني الهولندي في نص الملعب عند سيتي. السيتيزنز المفروض انهم على ارضهم وعايزين يأدوا الاداء الممتاز ويكملوا وما يخسروش نقط بدري. توتنهام فرقه قويه، عندها دانسو في الدفاع، روميرو، وحتى فيكاريو بيقدم اداء ممتاز. ميكي فان ديفين مازال المدافعين الممتازين، وانا اتوقع له لو فضل مكمل كده صغر سنه وسرعته ممكن جدا انه ينتقل من توتنهام الفراخ. سبينس بيقدم الادوار الجميله، بيقدر ان هو يلعب في نص الملعب ليفت ميدفيلدر، وفي نفس الوقت ممكن يعمل يرجع ورا ويساند الدفاع. عنده الحته دي كويسه جدا جدا. وهيكون بابسر موجود برضو اللي بيدي التنوع هو وقدوس، وبيعملوا كروسات سوا تحت ريتشاردسون اللي برضه بينزل، وبتكون الفرقه كلها بتلعب بشكل جميل. بالينيا وبنتنكور في نص الملعب اداء هايل، وقدروا ان هم يعملوا الفارق في المباريات اللي احنا شفناها الماتشين مع توماس فرانك. عامه الماتش ده هيكون ماتش ممتع، منتظرين من بيدرو بورو عرضيات والاداء الجميل اللي بيعمله الاسباني.